مرحبا فيكم في قناتي إنس تازين حبايبي، رجعت لكم بفيديو جديد. فيديو اليوم راح يكون عبارة عن فلوج روتين أول وثاني يوم العيد. فيعني قررت راح أجرب صوركم، راح أجرب صور هيك شو راح أعمل يوم العيد. فقبل ما نبلش فيديو اليوم لا تنسوا تحطوا اللايك عند الشير عند السبسكرايب ويلا نبلش. طبعا هون كنت عم صوركم وانا عم بتجهز للعيد. هون يعني كانت ليلة العيد بس ما صورت لكم كتير. هون كنت عم بعمل الحنة وكمان عملت شعري، يعني هيك عملت له سيشوار ومشطت شعري، يعني تجهزت وعملت ماسك وهيك. طبعا هون كان اول يوم العيد، فعيدكم مبارك، كل عام وانتم بخير. فهون كان الساعة 8 وهون بفرنسا في باريس كانت صلاة العيد، يعني صلاة صبح العيد على الساعة 8:30 هيك. فتوضيت وبعد لما توضيت رحت لأصلي صلاة العيد طبعا. ويب طبعا هون كنت عم بصلي يعني هيك وحدي، لأنه الصراحة هون العيد بأوروبا يعني ما نحس كتير بأجواء العيد، بس يعني الحمد لله. وبعدين طبعا فطور صباحي، نحن بالجزائر نشرب قهوة بحليب مع حلويات العيد اللي أمي عملتهم في البيت. كتير بحب القهوة بحلويات العيد. ويب راح أرجع لكم بعد الفطور. وهون بعد ساعتين 3 ساعات رحنا نطبخ الغداء اللي هو كسكس جزائري، لأن نحن بأول يوم العيد في الجزائر بنعمل الكسكس الجزائري. فهون أمي كانت عم تطبخ، كانت عم تجهز الكسكس وهيك، وأنا كنت يعني عم بساعدها في تنظيف المطبخ، تنظيف البيت والصالون، لأنه صراحة أنا أكثر شيء اللي بعمله اللي هو تنظيف البيت وأم الطبخ. وطبعا اكتبوا لي تحت في الكومنت انتو بأي دولة، وكمان شو بتعملوا أول يوم عيدنا احنا. يعني لازم يكون الكسكس في الجزائر، كسكس أول يوم العيد هيك يعني لازم. وهون بعد الغداء وهيك طبعا عملنا هيك طاولة حلويات للضيوف، لأنه كان يعني رفقاتي اجوا بس 2 من رفقاتي ورفقات امي هيك. فحضرنا لهم طاولة حلويات العيد مع مشروب كولا عصير وهيك. وياب طبعا عملنا شي خفيف بس يعني الحمد لله، يعني عملنا اجواء العيد. وياب وبعد ما ارتحنا شوي وهيك رحت لغير ثيابي والبس لبس العيد. طبعا هي لبسة اول يوم العيد، تشوفوا هاد يعني الزي الازرق، يعني لبس ازرق. هاي السنة اخترت اللون الازرق، كل اللبس العيد اخترت هذا اللون. لبس ثاني يوم عيد وثالث يوم عيد وكمان اول يوم عيد اخترت هاللون، لانه ما بعرف كتير عجبني فايل. وهون كنت عم بعمل هيك مكياج خفيف صراحة، ما بدي اعمل كتير، عملت هم شوية يعني شوية ماسكارا وشوية مكياج، مو كتير لانه صراحة بس يعني علشان العيد فعملت شوي وكمان عشان الفيديو. ولما خلص الميك اب راح ارجع لكم. وبما انه اول مرة يكون عندي ايفون فشفت في سلو موشن، فقررت اعمل هذا الفيديو سلو موشن. فاكتبوا لي تحت رايكم اذا الفيديو عجبكم. فيديو سعيدة وجمال الوقت ذاب كل من يعيد. هيا نذهب بسرعة مشتاقة لنذهب نسرع، لا يوجد احلى وابهى منك يا عيد. زين الطريق عاد العيد، عاد بفرحتي وكرمه، فرح القلوب وزين الدروب، كل الناس تنتظره، ومعه نشد احلى الاغاني. تيرارم تيرارم يا حصاني، تتحقق معه الاماني. تيرارم تيرارم يا حصاني.
ويب صراحة كانت كتير تعبانة. وطبعا هون كان ثاني يوم العيد، فقررت هون كان الصباح يعني وقت الفطور، قررت هيك أغاني نحس بأجواء العيد، فعملت أغاني بفرحة الكاوكاو، يعني بعد أغاني العيد لنحس بالعيد يعني. وهون بعد ما يعني خلصنا كل اشي تنظيف الفيديو هيك، فهون لبست لبسة ثاني يوم العيد. طبعا صراحة اللبسة هي السنة جبت لبس خفيف، فهون لبست هي كيف بتقول يمكن جلابة، فاخترت لألبس هي. هيا بنا نخرج في الدنيا سعيدة، وجمال الوقت ذاب كل من يعيد. هيا نذهب بسرعة مشتاقة نذهب نسرع، لا يوجد أحلى وأبهى منك يا عيد. زين الطريق عاد العيد، عاد بفرحتي وكرمه، فرح القلوب وزين الدروب، كل الناس تنتظره، وما هو نشد أحلى الأغاني. تررم تررم يا حصاني، تتحقق معه الأماني. تررم تررم. طبعا هون ثاني يوم عيد قررنا يعني نخرج، فرحنا للحديقة قدام البيت، مشينا شوي وهيك وبعدين قررنا أنا ورفقاتي رفقة أمي ناكل آيس كريم. ولهيك رحنا لناكل آيس كريم لأنه الجو كان كتير شوب. وطبعا لما كان شهر رمضان يعني كل يوم لما كنت في المدرسة وأخرج كان الجو حار، فلما تشوف آيس كريم كل يوم يكون نفسه أكل آيس كريم. والحمد لله بعد رمضان وبعد صبر الجوع هلا نحنا أنا وأمي وهيك قررنا ناكل آيس كريم فريز مع الفانيليا. كان كتير كتير بشهي وكتير طيب، وراح خليكم مع الفيديو. وطبعا هون كنت عم صوركم مع أمي، يعني كانت عم بتقلكم سلام، وكنت عم باكل آيس كريم وكمان عم صور، وكان بدي لكم كتير كتير سوري لأنه ما نزلت على القناة صراحة، ما كان في عندي وقت لأعمل مونتاج لأصور فيديوهات، لأنه كان في عندي مدرسة يعني كتير أشياء ما بقدر أحكيها بهذه الفيديو لأنه كتير أشياء. وبعدين هون دخلنا للبيت يعني كنا عم نسمع أغاني العيد ونتفرج على مسلسلات وهيك. طبعا بعدين قررت أطبخ معكرونة، يعني معكرونة هيك عسلية بالجبن وبالشمال، لأنه صراحة كنا لسه ما تغدينا، يعني أكلنا آيس كريم قبل الغداء. وطبعا هون بعد ما أكلنا المعكرونة وشبعنا الحمد لله، هون رحت لفرش أسناني بالمعجون وكمان لأتوضع لأنه كان لسه ما صليت يعني صلاة الظهر. فطبعا ما علينا هون كنت عم نغني يعني أغاني العيد في الحمام عفوا. طبعا هو فرشة أسنان، وبعد ما أكلنا آيس كريم دخلنا للبيت عفوا ورتحنا شوي وتفرجنا على الأفلام. قررت أطبخ معكرونة، كانت الساعة 2:30 طبعا لسه ما تغدينا، قررت أعمل معكرونة على السريع بالزبدة والبيض شوية بهارات. نكمل الفيديو. طبعا أنا لا عملت معكرونة لأنه بدنا نشي على الخفيف، ولذلك عملت معكرونة بالجبن ويب.
طبعا بتمنى فيديو اليوم يكون عجبكم. صح ما صورت لكم كتير اشياء لانه الصراحة العيد هم باوروبا يعني ما فيك اجواء العيد ابدا. انا صراحة يعني انا شخصيا بقول لكم ما في احساس انكم يعني بتعيدوا. فلا تنسوا اللايك اند الشير اند سبسكرايب وعيدكم مبارك.